السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وفيديو جديد من الرياضة اليوم مع السعيد علي. وخير ما نبدأ به دائما هو الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. على بركة الله تتوجه مساء اليوم بعثة النادي الأهلي إلى المغرب الشقيق في لخوض منافسات كأس العالم للأندية. وزي ما حضراتكم عارفين ان النادي الاهلي ان شاء الله هيخوض اولى مبارياته يوم الاربعاء المقبل ان شاء الله 1 فبراير امام اوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا. كل التمنيات الطيبه للنادي الاهلي ان شاء الله يرجع لنا ب الميداليه الفضيه على الاقل بمشيئه الرحمن. والحقيقه مستر مارسيل كولر استعب مع كل اللاعبين المتاحين من حيث سلامتهم البدنيه، وايضا باستثناء محمد نبيل كوكا اللي بيعاني من شد خفيف، وده اللي موجود في القاهرة. أما بقية اللاعبين فتوجهوا رفقة مارسيل كولر إلى إن شاء الله المغرب لخوض هذه المنافسات. وبالتأكيد أن النادي الأهلي أمامه اليوم 30 من الشهر الحالي لأن هو يرسل القائمة النهائية اللي بتتكون من 23 لاعب هيخوض بهم غمار منافسات كأس أندية العالم بمشيئة الرحمن. إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي ولمستر مارسيل كولر، خصوصا أن النادي الأهلي يعني ضرب ضربة قوية جدا في الدقائق الأخيرة الماضية بالتعاقد مع صفقة نادي الزمالك المنتظرة، اللي بيحاول نادي الزمالك بقاله أكتر من شهر أن هو يحصل عليها، واللاعب نجم منتخب الجزائر المحليين احمد القندوسي. والنادي الاهلي الحقيقه خلص الصفقه واعلن النادي الجزائري انتقال اللاعب احمد القندوسي الى النادي الاهلي على سبيل البيع النهائي مقابل قرابه $1,000,000. دي ضربات النادي الاهلي اللي بتتوالى على نادي الزمالك، وهو ده النادي الاهلي اللي بيرجع للخلف يعني قليلا ايام كابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي، اللي هو كان دايما يقول لك لابد ان انت يعني تحاول انت تضعف من الخصم بتاعك من خلال يعني كل الصفقات اللي بيحاول الخصم بتاعك او المنافس بتاعك ان هو يحصل عليها، لابد ان انت تكون بمنتهى اليقظه وتحصل عليها انت من اجل اضعاف المنافس. طيب بعض الجماهير النادي الاهلي يعني وانا بالتاكيد واحد منهم كنا بنطالب جماهير النادي مجلس اداره النادي الاهلي، وايضا بناء على طلبات السويسري مارسيل كولر، ان النادي الاهلي في حاجه ماسه الى مهاجم يفنش او يترجم الهجمات الكبيره جدا للنادي الاهلي الى اهداف في ظل العقم التهديفي اللي بيعاني منه النادي الاهلي خلال الموسمين الماضيين، باستثناء المباراتين الاخيرتين للتالق اللافت للنظر من محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف. ولكن السؤال هنا، هل النادي الاهلي صرف النظر تماما عن المهاجم الاجنبي؟ بنقول لا. جوستافو دا سوزا النادي الاهلي حاليا بيجري مفاوضات مكثفه معاه من خلال ان هو ممكن يحصل على خدمات اللاعب اللي هو المهاجم الصريح اللي مقتنع بيه جدا مستر مارسيل كولر بالتاكيد، هو وجاكسون موليكا اللي ابتعد تماما عن الصوره في ظل المغاليه الكبيره جدا لنادي بشكتاش التركي، يعني عايز يبيعه بارقام خياليه الحقيقه. فالتركيز كله على جوستافو دا سوزا. النادي الاهلي ما صرفش النظر عنه زي ما بعض الاصوات بتقول ان النادي الاهلي خلاص. وزي ما قلت لحضراتكم ممكن النادي الاهلي يعير يعني برونو سافيو. الحقيقه زي ما قلت في فيديوهات سابقه مع حضراتكم ان برونو سافيو الحقيقه ليس هو على قدر قيمه وقامه النادي الاهلي. الحقيقه اللاعب ما شفناش منه يعني الموهبه الكبيره ولا السرعات ولا الباور اللي متعودينه من اللاعيبه البرازيليه، ولكن يعني بعتقد ان النادي الاهلي لو قدر ان هو يخلص في جوستافو دا سوزا ممكن ان هو يعير برونو سافيو الى احد الانديه ويقيد بدلا منه اللاعب او المهاجم اللي بتنتظره جماهير النادي الاهلي وبينتظره اشد من الجماهير، اللي هو المدير الفني مارسيل كولر، اللي هو جوستافو دا سيلفا جوستافو دا سوزا. فبعتقد ان شاء الله خلال الساعات القليله المقبله هتتضح الرؤيه اكتر واكتر اذا كان النادي الاهلي خلاص اكتفى بهذا اللاعب في الميركاتو الشتوي الحالي. و بعتقد ان مستر مارسيل كولر هيكون يعني في
قايمه مغايره جدا في الصيف المقبل ان شاء الله، لان مارسيل كولر من نوعيه المدربين اللي ما بتقدرش تفرض عنهم لاعب. كنا شفنا النادي الاهلي جاب محمد مغربي من احد الانديه التشيكيه على اساس ان هو يعمل تدعيم لخط دفاع النادي الاهلي، ولكن اللاعب اجى مارسيل كولر قال ان هو ناقصه بعض الاشياء، لابد ان هو يطلع اعاره على اساس ان هو يكتسب مزيد من الخبرات. وايضا بالنسبه لي محمد محمود ومصطفى ميسي، كل اللاعبين دول طلعوا اعارات لانديه اسوان وسيراميكا والاتحاد وسموحه من اجل اكتساب مزيد من الخبرات، وان هم ياخدوا وقت اطول في المباراه من اجل العوده الى النادي الاهلي حسب الرؤيه الفنيه لمستر مارسيل كولر خلال فتره الانتقالات الصيفيه المقبله بمشيئه الرحمن. طبعا الهاشتاج اللي الحقيقه يعني كلنا كجماهير اهلاويه مخلصه سبب اساءه لينا جدا، اللي بيهاجم اداره الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته. فبنقول كل انسان له الحق ان هو يقول يعني يقول رايه بكل اريحيه، ولكن دون تجريح او اساءه للكابتن محمود الخطيب. يطلع بعض الناس يقول لك ان الكابتن محمود الخطيب خلاص هيقول لك ظهر ورجل وهيطلع يهرب ويطلع يسافر للعلاج. ف يعني شيء غريب جدا، يعني ما فيش شماتة في المرض يا جماعه، وما فيش حد ابدا هيدعي ان هو مريض. فبعتقد ان لابد ان هؤلاء الناس ان هم يراجعوا انفسهم، لان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يبتليك بما ابتلى به الكابتن محمود الخطيب. فلابد ان هذه الامور تكون يعني نصب اعين الناس اللي بتتكلم في هذه الامور، لان ما فيش حد هيدعي ابدا المرض على وجه الاطلاق. فان شاء الله يعني بنتمنى من الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته بطبيعه الحال المهاجم يعني ضروره ملحه للخط الامامي للنادي الاهلي، ومستر مارسيل كولر يعني ما فيش اي لاعب ان انت تقدر تفرضه عليه. هو كان مختار يعني جاكسون ميليكا نجم بشكتاش التركي، وايضا جوستافو دا سوزا لاعب احد الانديه الكوريه، ولكن بعتقد ان يعني الفرص اصبحت ضئيله جدا في التعاقد مع مهاجم، خصوصا ان يعني زي ما سمعنا ان وكيل اللاعب جوستافو دا سوزا بدأ ان هو يخفض من طلباته المادية كوكيل، بدل من 400 ألف دولار إلى 200 ألف دولار كعمولة. وأيضا الامتيازات اللي كان اللاعب هيحصل عليها ان هو عايز سيارة وعايز بدل إقامة دولارز. وبعتقد ان يعني الساعات القليلة القادمة هتحسم كل هذه الأمور، إذا كان يعني هيكون في مهاجم للنادي الاهلي، وان كانت فرصه ان النادي الاهلي يقدر يجيب مهاجم خلال الساعات القليله القادمه اصبحت بالحقيقه بتتضاءل نظرا لضيق الوقت، لان احنا الحقيقه زي ما بنحاول ان احنا يعني بنشجع الاداره وبنحاول ان احنا ندعم الاداره، لابد ان احنا نقول ان الاداره يعني تباطئت كتير جدا في موضوع المهاجم، مش من فتره الانتقالات الشتويه الحاليه، ولكن ايضا من فتره الصيف، الانتقالات الصيفيه الماضيه. طبعا بالنسبه لاحمد القندوسي، هو لاعب يجيد في مركز 6 ومركز 8 وايضا مركز 10 مركز صناعه اللعب، وكجناح ايسر. يعني بعتقد ان هو هيكون خير بديل لبرونو سافيو الحقيقه، اللي لم يقدم مستويات تليق باسمه وسمعه النادي الاهلي. وهو يعني كلاعب لما تيجي تعمل مقارنه من خلال يعني المعلقين او النقاد الجزائريين، لو سمعت كلامهم وجيت انت تاخد كلامهم وتشوف اللاعب وتعمل مقارنه بينه وبين محمد مجدي قفشه في مركز صناعه اللعب اللي هو مركز 10، بعتقد ان هو يتفوق على محمد مجدي قفشه، وايضا بيقدر ان هو يلعب في مركز 6 وهيكون بديل قوي جدا لعمرو السولية نظرا لكبر يعني سن عمرو السولية، وبدأ ان هو يعني مع توالي المباريات ما بيقدرش ان هو يكون بنفس الكفاءة وبنفس اللياقة البدنية، وبيتعرض للإصابات اللي بتبعده عن المشاركة كأساسي في كثير من المباريات. فبعتقد ان احمد القندوسي اول شيء ان هو تدعيم قوي جدا لخط وسط النادي الاهلي وهو في مركز صناعه اللعب وايضا كجناح ايسر، وفي نفس الوقت ان انت حرمت المنافس المباشر ليك اللي هو نادي الزمالك من ان هو يحصل على صفقه
ممكن ان هي تكون تدعمه، خصوصا ان خط وسط نادي الزمالك بيعاني اشد المعاناه. يعني عنده دونجا، احمد نبيل دونجا، يعني لاعب متواضع جدا. وامام عاشور ما بتقدرش ان انت تقول ان هو لاعب وسط، لان امام عاشور بيلعب على الجناح، وميزته الوحيده ان هو بيتميز بالتسديد المباشر القوي والمحكم على المرمى. فبنتمنى ان شاء الله ان احمد القندوسي يكون اضافه قويه وقويه جدا لخط وسط او لوسط ميدان النادي الاهلي، وان شاء الله يكون اضافه قويه مع باقي زملائه في بطوله كاس العالم للانديه اللي هيخوض النادي الاهلي غمار منافساتها ان شاء الله بدءا من 1 فبراير المقبل بمشيئه الرحمن. طبعا النادي الاهلي الحمد لله كل اللاعبين، سواء حسين الشحات او عمرو السولية او ايضا اللاعب برونو سافيو وبيرستا، كلنا شفناه في المباراة الأخيرة. فمعظم لاعيبة النادي الأهلي أو كل لاعيبة النادي الأهلي المسافرين إلى المغرب كلهم الحمد لله بحالة صحية وبدنية طيبة. وبننتظر إن شاء الله الساعات الأخيرة من هذا الشهر لإعلان مارسيل كولر عن ال 23 لاعب اللي هيخوضوا إن شاء الله غمار المنافسات الرسمية في بطولة كأس العالم للأندية. وكنت أتمنى من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن تكون القائمة 30 لاعب، على اساس ان يكون في اريحيه اكتر وفي يعني عدد اكبر من اللاعبين تحسبا لاي ظروف اصابات، لان انت بتعمل البطوله دي للمتعه، متعه الجماهير. ف يعني 23 لاعب اعتقد ان لابد من الاتحاد الدولي لكره القدم ان هو يغير من هذا الامر، ان القائمه بدل ما تبقى 23 لاعب تكون 30 لاعب، حتى يكون في هناك عدد اكبر من اللاعبين ينالوا شرف المشاركه في بطولة كأس العالم للأندية. طبعا قبل ما ننهي الفيديو مع حضراتكم، بنتمنى ان شاء الله ان انتم تدعمونا باللايك وبالشير، وخصوصا الجماهير الاهلاويه ان هي بنطلب منها هذا الطلب، ان هي تدعمنا باللايك وبالشير وبالسبسكرايب علشان نقدر نوصل لاكبر عدد ممكن من المتابعين والمشاهدين. وفي النهايه شكرا جزيلا لحضراتكم.